الكل كان بيطالب بمشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر بشكل أساسي ومستمر في بطولة أفريقيا اللي المنتخب لعبها في المغرب. لكن الحقيقة بمنتهى الصراحة مستوى مصطفى محمد في ماتش نيجيريا، مش عارف هل هو يعني كان بعيد عن المشاركة بشكل أساسي فمأثر عليه، ولا كان مستوى بعض اللعيبة بشكل عام ما كانش كويس، بس بشكل خاص مصطفى محمد في الماتش ده ما كانش أفضل حاجة. خلى ناس كتير تقول طب ما الكابتن حسام كان عنده حق، مصطفى محمد كان لازم يستغل الفرصة في ماتش نيجيريا بشكل أفضل من كده، كان لازم يظهر بمستوى افضل من كده، لان كتير جدا جدا انتقدوا حسام حسن لعدم مشاركه مصطفى محمد. وعندما شارك مصطفى محمد بصراحه ما اقنعش كتير جدا من الجمهور. لكن زي ما بقول لك ممكن بعض اللعيبه مستواه ما كانش كويس، ما اقدرش اقول ان مصطفى محمد مثلا اظلمه بنسبه 100%. بعض اللعيبه ما كانش مستواه كويس اليوم، ما كانش يوم المنتخب وخسرنا بضربات الجزاء. في الاخر كابتن حسام حسن استبدله واتكلم معاه، وحلو بصراحه اللي عمله الكابتن حسام حسن يحفزه، لان دي مش اخر المطاف، لسه عندنا ماتشات وبطولات مهمه جدا جدا، ومحتاجين حسام حسن ومحتاجين مصطفى محمد.